الله يحييك. طول اتحفنا بسالفه ما اتذكر سالفتها، جزنا عنه. انا وصلتني قصه صراحه قبل ايام من العراق، من الاخ علي كاظم من العراق، وهو صراحه رجل فاضل يعني، واسلوبه جميل جدا، ومن شده اعجابي بطريقته واسلوبه في السرد قلت يا اخوي يا ليتك انت اللي تسردها عندي في القناه. يحدثني عن والده يحدث عن القصه دي اللي حصلت في حدود السبعينات الميلاديه 1970 في العماره محافظه ميسان في جنوب العراق. تعرفون جنوب العراق ترى فيه مناطق صحراويه. يقول كان فيه شاب يتيم، يعني نشأ يتيم أقصد، طبعا بعد ما يكبر ما فيه يتم، لكن نشأ يتيم ومع أمه ضعوف وحالتهم المادية مرة ضعيفة، يعيشون في أطراف المدينة، والبيت خشبي يا جماعة الخير، ووضعهم مرة تعبان، يعيشون على الصدقات. الولد يحاول يدور شغل، يروح بعض الأحيان يروح للسوق يشتغل حمالي، يطلب من أمه دائما الدعاء، يقول يا يما لا تنسيني من دعات. ويطلع يوم من الأيام وهو يمشي لقى محفظة، أخذ المحفظة واللي فاز له رجدار وفتحها، لقى فيها 175 دينار، والدينار في ذاك الوقت له رنه يعني وشنه مثل ما يقولوا. فرح الولد غنيمة، أخذها ورجع على طول للبيت وهو يكاد يطير فرحا. دخل على الوالدة، السلام عليكم يا يمه أبشر صلى الله فرجها. وش يا ولدي؟ قال ها لقيت هذه 175 دينار. قالت يا ولدي ما هي بلك. الله أكبر، يا ولدي ما هي بلك ذي، حقت واحد مضيعها على طول، أنت ملكتها؟ لا رح واسأل الشيخ فلان، اسأله. راح وقال للشيخ يا شيخ أنا لقيت فلوس في المكان الفلاني. قال اسمع، رح للسوق اللي أنت لقيتها فيه وناد يا من ضيع له شيء يا من ضيع له شيء، حتى يجيك واحد يوصفها لك ويشرح لك وش وضعها بالكامل قدمها له. وفعلا نفذ الولد وراح. اليوم الأول يجونه اللي مضيعين لهم أشياء بسيطة ولا يعني يوصفون، فيقول لا. الثاني نفس الكلام. اليوم الثالث أهل السوق رجموه، قالوا ازعجتنا يا أخوي أنت من الصبح وأنت تنادي، أذيتنا، رح بس رح. راح ورجع للشيخ، قال له الشيخ خلاص أنت الآن عرفها لمدة سنة وانتفع بها، لكن تضمنها إذا جاء صاحبها تعطيه. فكر الولد، قال ورا ما اشتري لي سيارة. شرى له سيارة تمشي حالها، وبدأ يشتغل على هالسيارة، يودي ويجيب ويشيل ويحط. في يوم من الأيام بالليل، في ليلة ظلمة ما فيها قمر، راجع للبيت في آخر الليل، ورد الاثنين اللي يأشرون له. وقف، السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول معهم مساحي ومعهم يقول أدوات حفر. قالوا يا نبيك توصلنا إلى المكان الفلاني، يقصدون منطقة مقطوعة. قال لي ما عندي مانع. قالوا نبي نعطيك اللي تبي. قال ما عندي مانع. حطوا أغراضهم بالشنطة وركبوا الاثنين. يقول يوم مشينا كيلو ونص، قالوا لي وقف انتظرنا شوي. ثم راحوا الاثنين وجو وجايبين معهم مرة، والمرة ذي يقول ما يشاف منها شيء. ركبوا وخلوها بينهم. يقول وانا امشي بالسيارة قالوا لي اطلع على المكان الفلاني، مكان مقطوع. يقول اسمع صياح. يقول بديت اجمع الاحداث في بالي. قلت ادوات حفر وبالليل ويبي يروحون للمنطقة المقطوعة واثنين، المسألة فيها جريمة. ويفكر وهو يمشي طف السيارة. وراك عسى ما شر. قال الله يا جماعة الخير السيارة دي تعبتني، أنا شاريها مستعملة وتعبتني، اصبروا بس أشوف ايش فيها. فتح الكبوت، غطى المحرك، وحاول انه يدور شيء، ثم صك الغطاء وركب السيارة. قال يا جماعة محتاجين دفة، الله يجزاكم خير حتى تمشي السيارة. انزلوا يدفون، شغل وراح. لف لين وصل بيتهم،
وقف السيارة ولفزها. الجماعة لا لقطوا وجهه زين ولا عرفوا نوع السيارة. لفز السيارة ودخل البنت على أمه. قال يا يمه هذه واحدة أنا أخذتها من الموت، أنا طلعتها بإذن الله من الموت وهي بين يديت وتراها عندك، استوصي بها خير. ثم الرجال عاش حياته، يجي وذي مع أمه ولا يكلمها ولا شيء. 3 شهور ثم جاء قال يا فلانة. قالت نعم. قال أنت الحين لك عندنا 3 شهور وبقلبة علم أنا ما أعرفه، كان ودك تتكلمين فحيها لا جزاك الله خير، وإن ما تكلمتي فشيء يخصك ولا لي به دخل، لكن أنت الآن مخيرة بين خيارين. أول شيء قولي لي بتعطيني سالفتك؟ قالت بعطيك السالفة لأن ما عندي شيء نخبيه أنا. قال قولي. قالت أنا بنت شيخ قبيلة وعايشين حياتنا طبيعي، وابوي راس قومه وراس جماعته واخواني معه وعيال عمي. حنا يا البنات نطلع نسقي الماء من الغدير ونروح، فيه بنات يحبنني واحبهن وموالفاتني وانا موالفتهن، وفيه بنات يغرم مني ولا يحبنني وبيننا شيء وكذا، وهذا امر طبيعي. يوم من الايام احنا راجعين مسكين ورا هذا الشاب اللي مر وراني انا اقرب وحده له، كلمني ومضيع وانا جلست اوصف له. البنات يناظرنني مبعدات ويضحكن وانا اوصف له واخذت وقت وانا اوصف له واشرح له، ثم راح هو. ثم جيت الجماعه انقلوا كلام وزادوا في الكلام وبهروه لين وصل الكلام لاخواني ثم وصل لابوي، حتى وصل لهم اني انا اصلا حصل الشيء العظيم مع هالشاب. يقول والدي، تقول والدي خلاص ما عاد يشوف، احلف له ايمان اقول له ما خلاص اغلق عليه. اخواني سمعتهم قرروا الجماعه انهم يتخلصون مني، وفي ذيك الليله اللي انت جيت فيها الله سبحانه وتعالى ارسلك، وهذا والله اللي عندي، والله لا زدت والله يبي يسالني. قال اجل اسمعي، عندك خيارين، اما رجعت لها لك معززه مكرمه وان شاء الله اني اشرح لهم وابين لهم، واما انك تاخذيني تزوجيني، لاني والله صراحه ابيت. الله رازقها جمال. قالت عطني فرصه افكر. قال لك 3 أيام فكري. راح الرجال، بعد 3 أيام رجع يسال امه اسالي البنت، قالت موافقه. اخذها وتزوجها، قعدت معها 5 سنين، جاب منها ولدين وبنت. ثم جاء في يوم من الايام وهو راجع لقاها تصيح، افا يا فلانه وش فيت؟ عسى ما حد زعلت. قالت لا والله ما حد زعلني، الا والله انكم شايلين لي على كفوف الراحه وانا عايشه معكم احسن حياه، بس اشتقت لاهلي، اشتقت لابوي، اشتقت لامي، اشتقت لاخواني، اشتقت المرابع طفولتي، ودي اجيهم. قال انا ان شاء الله حلت الموضوع. راح الرجال يقول قلت لها وصفي لي قريتكم، يقول ما اعرفها. يقول ثم رحت يوم اقبلت واسال وين بيت الشيخ فلان، قالوا هذا بيته. يقول واجي واطق الباب، ورا الجماعه عندهم مضيف وعندهم مجالس. يقول فتح لي احد الشباب، السلام عليكم. وعليكم السلام، منزل الشيخ فلان؟ قالوا نعم الله يحييك يا ضيف تفضل. يقول قلدت المجلس ورحت اخره والجماعه جالسين يسولفون. يقول ورا هذول الشابين اللي قبل 5 سنين اشوفهم ما عرفوني، جلست يتكلمون. المهم الشيخ ناظرني بعد ما سكتوا، قال الضيف الله يحييك عرفنا بنفسك وعطنا علمك. قال انا الله يطول عمرك فلان ابن فلان الفلاني. قالوا نعم. قال ما عليك زود. قال وانا يا شيخ جايك وبك تأمني تعطيني الأمان حتى أقول اللي عندي. قال أنت آمن وبوجهي عطنا اللي عندك. قال يا شيخ أنا قبل 5 سنين راجع لبيتنا بالليل وجو معي هالشبين ذولا وقفوني. يقول يوم انهضوا عرفوه. قال هذولا وقفوني وكانت معهم بنت ونيتهم كانت أنهم بيتخلصون منها واضح، وأنا الله وفقني واخذتها وانقذت حياتها، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ثم يا شيخ تزوجتها، والله يا شيخ ان عرضك نظيف، والله ان بنتك نظيفه وانها اخت رجال. يقول وياخذ عقاله ويرميه، قال الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، والله انها على قلبي من ذيك السنه،
وإني والله العظيم ما أداري وجهي عن الناس من هالفضيحة، إنها خلاص قال والله يا شيخ إنها نظيفة وإنها عفيفة وإنها بنت بنوت مثل ما يقولون. والله يجزاك خير. يقول يقوم يحضني. وين هي؟ قال هي قريبة أجيبها. يقولوا جابها وسكن معهم ونقل بيته عندهم، وسبحان رب العالمين انتهى الموضوع على خير. اللي أنا صراحة أعجبني بهالقصة إن الله سبحانه وتعالى قد يجعل من الشر خير. فالإنسان لا ينظر للشر على أنه شر محض، قد يأتي من بين الشر سبحان الله خير أنت ما تنتظره. هذه البنت أخذت رجال، وهذا الرجال أخذ بنت شيخ وبنت متربية وبنت روس قوم. السبب وش هو؟ السبب هالوشاية اللي كانت في البداية بتكون شر، لكن الله سبحانه وتعالى حولها إلى خير. الله يجزاكم خير يا جماعة. الله يرفع قدرك. امين. 2-1 يا الربيع. الله يحييك. طول اتحفنا بسالفه ما اتذكر سالفتها، جزنا عنها. انا وصلتني قصه صراحه قبل ايام من العراق، من الاخ علي كاظم من العراق، وهو صراحه رجل فاضل يعني، واسلوبه جميل جدا، ومن شده اعجابي بطريقته واسلوبه في السرد قلت يا اخوي يا ليتك انت اللي تسردها عندي في القناه. يحدثني عن والده يحدث عن القصه دي اللي حصلت في حدود السبعينات